سليانة كلها رافضة ومانيش عارف علاش احنا بالنسبة لنا احنا لنا طالبين مركز ولا طالبين باش نشدوا مكان ولا باش نحو زي هذيك على الانتخابات اللي طلعت. احنا ناس في دولة مدنية بالاساس، ونجد بالعمل الديمقراطي بما افرز عليه صناديق الانتخاب، وهذا حق مشروع ليهم. واحد بالنسبه لنا احنا الشخص هذا ما يمثلش جماهير سليانه في تلبيه رغباتهم وتلبيه طلباتهم. ثم اتهامات انه ثم اطراف تحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل هي اللي قاعده تحرك معناها الاحتجاجات هذه. شنو السياق؟ شوف، هما قالوا برشا كلام في الوسائل الاعلام المرئيه، وجبدوا اسماء وجبدوا. احنا بالنسبه لنا احنا شوف، هي بالاساس انطلقت تقريبا من يوم 12 نوفمبر بعد النتائج السلبيه اللي خرجت على مستوى مناظرات القيمين، مناظرات التعليم الاساسي من 2000 قيمين في 67 سليم، من 1500 استاذ 12 من 1000 نائب 8 معناها مهزله على مستوى معناها اصحاب الشهادات العليا في سليمان. كانت الدعوه كانت الدعوه لاضراب قطاع التربيه، السلك التربيه الكل. ثم انطلقت معناها الاحتجاجات باعتبار كونه تهميش الجهه وردود الوالي على خصوصا على بالنسبه لنا احنا هذه كل جماهير شعبنا لا تحكم فيهم، لا شكري بالعيد، لا انطلقت اساسا من مطالب شعبيه، لا انه ما ثم حتى طرف سياسي صحيح التحمت جماهيرنا ومكونات المجتمع المدني مع الاتحاد الجهوي للشغل سليانه ومع الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم التحمت وقالت لكونه مطالب سليانه هي مطالب مشروعه. لهنا فما برشا مصالح ثم في سليان ولا في حوار، فما قناه حوار مع والله انا بالنسبه لنا احنا طلبنا الحوار من قبل، لانه البارح اتصل بي مسؤول على مستوى الولايه ويقول لي راهو كاتب الدوله موجود، رحبت به كاتب الدوله موجود في سليان. لكن احنا بالنسبه لنا احنا هو المطلب الشعبي هو رحيل الوالي، لانه ما عادش مش ممكن الناس تشوفوا فيها اليوم معناها تطلب رحيله وهم متمسكين به. ما نجمش نتفاوض وانا مطالب هموم سليانه ومطالبها في التنميه وفي التشغيل، وكذلك في ازاحه كل الجهه اللي نعاود نقول كونه اعاق المسار التنموي في جهه سليانه ولم يقدم حتى ما يقدم شيء، ويحب نجلس معاه ونبقى معاه. هذا قلنا ما نجلسوا الا ما يعطونا. هم متمسكين احنا في صوره عدم تفاعل الحكومه. شنو الخطوات القادمه؟ والله بالنسبه لنا احنا غدوه نفس الشيء متواصل. قال يبقى في سليانه الوالي. احنا غدوه سنغادر سليانه باهالينا وبابنائنا وبامهاتنا وناخذ طريق تونس، ونشوف ربما حتى نبقى في العراء اللي كان حابونا، اللي كان هكا سليانه ما تهمهمش للدرجه هذه. نخرجوا من البلاد رمزيا بعض كيلومترات ثم نعود الى سليانه الحديثه.